مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. خلق السماوات بغير عمل ترونها. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لله مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق ويرزقهم كما يرزق نفسا واحدة ويبعثهم كما يبعث نفسا واحدة ويحاسبهم كما يحاسب نفسا واحدة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربنا تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاجزه اللهم خير ما جزيت نبيا عن أمته وارض اللهم عن صحابته الكرام الأطهار الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدوا وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد فيقول الله عز وجل في محكم كتابه عز من قائل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يعني لئلا تقولوا يوم القيامة يوم الحساب يوم ظهور النتائج يوم لا دار إلا الجنة أو النار أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن يعتذر أحد بالجهل أو الغفلة أن تقولوا حتى لا تقولوا لئلا تقولوا أيها البشر أيها الناس يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم يعني كنا مقلدين فلا عذر بالجهل والغفلة ولا عذر بالتقليد. فالتوحيد لا عذر فيه بالتقليد ولا بالغفلة.
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات. تفصيل القرآن مفصل، القرآن قد أجمله الله وفصله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يعني يرجعون إلى الميثاق الأول، إلى العهد الأول الذي أخذه الله عز وجل علينا ونحن في ظهور آبائنا، إذ مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج منه كل نسمة تخلق إلى يوم القيامة، فكانوا أمام الرب سبحانه كالذر، ولذلك هذا الميثاق اسمه ميثاق الذر. الإنسان مأخوذ عليه ثلاثة مواثيق. الميثاق الأول وهو ما زال نسمة في ظهر أبيه آدم، كان كالذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والرب هنا يعني الإله، لأن الرب والإله بينهما عموم وخصوص، إذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان. إذا جاء لفظ الرب فقط فإنه يعني الرب والإله، وإذا جاء الرب مع الإله يبقى الرب سبحانه هو الخالق الرازق، وهو توحيده بمعرفته، والإله توحيده بعبادته. فالرب بمعنى الإله. ولذلك في القبر يسأل الإنسان من ربك، ليس بمعنى من ربك الذي كنت تظن وتعتقد أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يبدئ وأنه يعيد وأنه يميت وأنه يحيي، لأن كل البشر حتى الماديون حتى الشيوعيون حتى الدهريون لا يوجد أحد في هذا الكون لا يعتقد أن الله خالق، حتى ولو أظهر في الظاهر أنه لا يعتقد هذا، كفرعون، لأن الله عز وجل قال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك يسأل الإنسان في القبر لا عن الربوبية ولكن عن الألوهية، فجاء لفظ الرب بمعنى الإله، أو جاء لفظ الرب بمعنى الرب. ولكن الله سبحانه في قرآنه يأتي بتوحيد الربوبية كمقدمة، لأن ما في أحد يختلف عليها. يعني لا الكفار قريش كانوا بيختلفوا عليها، ولا فرعون كان بيختلف عليها، ولا ما في حد بيختلف عليها، فيأتي بمقدمة. فإذا كان هذا هو الإله الرب الخالق المصور البارئ فلما تعبدون غيره؟ فمسح الله عز وجل على ظهر آدم عليه السلام وأخرج منه كل نسمة تخلق إلى يوم القيامة، فكانوا أمام الرب سبحانه كالذر، الذر اللي هو صغار النمل، وسألهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إما من قول البشر وإما من قول الملائكة. قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله عز وجل أن تقولوا إياكم أن تعتقدوا أن قولكم هذا يوم القيامة ينفعكم، أن تقولوا إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين وجاهلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يؤتى بالرجل المشرك يوم القيامة فيسأله الله عز وجل بما تفتدي اليوم؟ قال يا رب أفتدي بقراب الأرض ذهبا من النار.
فيقول الله عز وجل: لقد طلبت منك أهون من ذلك. لا طلبت منك أن تقدم قرابا ذهبا ولا قراب الأرض فضة ولا تقدم شيئا، بل طلبت منك أهون من ذلك. طلبت منك ألا تشرك وأنت في ظهر أبيك فقط، ألا تشرك بي شيئا، فإن أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ولكن الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وأنا الغني عنهم، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي، وهم الفقراء إلي. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالخلق هو من أعظم الأدلة على ألوهية الله عز وجل. الخلق ذكرنا في الخطبة السابقة أن المعركة الكبرى بين المرسلين وأقوامهم كانت في الألوهية. يعني ما جاء رسول حتى يبين للناس أن هناك رب خالق ورازق وكذا، لأن هذا معروف عند الناس. ما جاء رسول أصلا يثبت هذا. ولذلك في يوم من الأيام كان في بغداد الرازي يعني أقاموا له احتفالا عظيما في البلد، فمر بامرأة عجوز أعرابية يعني من النساء العجائز الذين قالت: ما هذا؟ لماذا تفعلون كل هذا الاحتفال بهذا الرجل؟ قالوا: إنه أتى ب1000 دليل على وجود الله. فقالت لهم كلمة بسيطة، قالت: ومتى غاب الله عز وجل حتى يحتاج إلى دليل؟ ومتى غاب الله عز وجل حتى يحتاج إلى دليل؟ فوجود الله عز وجل وخالقية الله عز وجل ليست هي المعركة. لم يأتي، ليست المعركة في هذا العالم يا إخواني كما يخدعوننا بين الإلحاد وهو نفي الألوهية نفي الربوبية. لا، المعركة في هذا العالم هو بين الإسلام وكل الأديان الباطلة، بداية من الوثنيين الذين يعبدون بوذا ويعبدون كونفوشيوس ويعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون النار ويعبدون كذا، ماشي، نهاية بأهل الكتاب المحرف الذين يعبدون عيسى ويعبدون عزير. الكل في الإسلام في كفة واحدة، والإسلام ضدهم كلهم، المسلمون ضد هؤلاء كلهم. ولذلك كل هؤلاء ينسون مشاكلهم وينسون عداواتهم ويتحدون ضد الإسلام، كما قال الله عز وجل: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالمعركة منذ بداية الرسل إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة ليست بين الإلحاد ونفي الربوبية وبين الإسلام، كلا، المعركة هي بين الإسلام الذي يوحد الله فقط في العبادية، توحيد الله في العبادة فقط، وبين كل ما دون الإسلام. ولذلك كما قلنا إنهم ينسون كل عداواتهم. عجيب جدا أن تجد عباد البقر في الهند وعباد الصليب
في أوروبا وأمريكا، وعباد عزير اليهود واليابان والفلبين وكل أديان العالم وكل ملل الخلق يتحدون ضد المسلمين. ما من بلد من البلاد إلا وفيها تقتيل وتشريد للمسلمين، لأنهم كلهم يواجههم الإسلام عن قوس واحدة ويضربهم عن قوس واحدة. ولذلك هناك إعجاز في القرآن الكريم حين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال العلماء حين قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى أولياء بعض. طب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود والنصارى أشد الأعداء. لماذا؟ لأن النصارى يعتقدون اعتقادا باطلا أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح، وما صلبوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ولكن النصارى عندهم عقيدة أن الذين صلبوا إلههم المزعوم والذين قتلوا إلههم هم اليهود. فكانت العداوة الشديدة إلى أن جاء هذا القرن فتحقق قول الله عز وجل: إن النصارى واليهود أولياء بعض. ولذلك ما يسمى بابا روما قد اعتذر لليهود وقال إنه يعتذر عن النصارى قالوا إنهم قتلوا المسيح، فكانوا أولياء في هذا العصر. وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فالقضية لم تكن أبدا في يوم من الأيام كما يخدعوننا حين يقولون: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يخدعوننا ويقولون إننا نتحد نحن والنصارى ضد الملحدين. وقد قال الله عز وجل في كتابه، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا فتوحيد الألوهية، توحيد الله في العبادة كما ذكرنا في المرة السابقة، توحيد الله في العبادة وتوحيد الله في التشريع. فالله سبحانه وتعالى يأتي بتوحيد الربوبية كمقدمة لتوحيد الألوهية. ومن أعظم الأدلة على ألوهية الله الخلق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الخالق البارئ المصور. فالخلق غير البرء غير التصوير. فالخلق هو التقدير يعني أن الله عز وجل قبل أن يخلق الناس قد جعل لكل شيء، لكل مخلوق مقدارا: طوله، عرضه، قصره، لونه، عمره، شقي أو سعيد. هذا هو التقدير، هذا هو الخلق. فيقدر الله عز وجل. ولذلك قال أعرابي: إن التقدير كان الأعرابي يأتي بالجلد ويضعه في الأرض، ويأتي الرجل ويضع قدمه عليه، ثم يرسم الرجل بهذا القدم على الجلد ثم يقطعه. فأما الرسم يعني تقدير مقاس القدم وكذا، هذا يسأل الرسم هذا قبل الفعل، هذا الرسم اسمه الخلق، اسمه التقدير، اسمه الخلق. والقطع اسمه الفري. ولذلك قال زهير: ولأنت تفري ما تخلق، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فالخلق هو التقدير، يعني قدر الله عز وجل لكل إنسان ولكل مخلوق من مخلوقاته مقدارا. قال الله عز وجل:
الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وقال لهم على لسان موسى عليه السلام حين سأله عيسى وما رب العالمين، قال موسى حين سأله فرعون عن رب العالمين، قال موسى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالخلق هو التقدير، ثم البرء الخالق. البرء هو الإخراج من العدم إلى الوجود. ولذلك كل المخلوقات كانت معدومة، كل ما خلقنا من عدم، وهذا أكبر دليل على الألوهية. لما إبراهيم عليه السلام أراد أن يوضح لقومه بطلان عبادته، لا وجود إله، ولكن بطلان عبادة الآلهة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال ماذا؟ قال لا أحب الآفلين. ما معنى لا أحب الآفلين؟ الآفلين الذين يعدمون بعد وجود ويوجدون بعد عدم، لأن كل ما في السماوات وكل من في السماوات ومن في الأرض ولدوا بعد عدم. قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وهو الذي خلقكم، ثم خلقكم يعني أوجدكم من العدم، كنتم عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الإنسان جاء عليه هل هنا بمعنى قد، من إقامة الأدوات مع بعضها مقام بعض، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان خلق من عدم، والموجودات كلها كانت عدما، وأول موجود من عدم هو الإنسان والملائكة ولدوا من عدم، وكل الناس ولدوا، كل الخلق ولدوا. فكيف تكفرون بالله وهو الذي خلقكم ثم يميتكم، فأنت حياتك. وكل الكائنات حياتها بين عدمين، عدم يسبق وجودك وعدم يلحق وجودك، وأنت بين العدمين تحتاج إلى الإمداد، تحتاج لمن يقيمك، وهذا دليل العبودية. كل من في السماوات والأرض يحتاج لمن يقيمه، يحتاج له في غذائه، يحتاج له في طعامه، يحتاج له في بصره، يحتاج له في سمعه، يحتاج له في مشيه، يحتاج له في قيامه، يحتاج له في قعوده، يحتاج له في نومه، يحتاج له، محتاج الإمداد. لو قطع الله الإمداد لأصبح الإنسان عمدا، ولأصبح الإنسان عدما، فهو عدم في عدم في عدم. ولذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ما لهم هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه إما الحقيقة الصنم ليس له يد ولا يبطش ولا يمشي ولا يسمع ولا كذا، وإن تدعوهم الأوذى لا يسمعوكم سواء عليكم لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وقال تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا وأما في الذين يعبدون البشر، كيف يعبدون البشر؟ هذه قضية عظيمة. كيف يعبدون البشر؟ يعبدون البشر، عبادة البشر لها أشكال وألوان، أعظم أشكالها ذلك الإشكال الذي نعيشه اليوم. ولذلك نحن نقدم لهذه الخطب مجموعة من الخطب لما نعيش فيه من مصيبة التشريع من دون الله عز وجل، عبادة الخلق.
وأعظم عبادة للخلق هي التشريع والتحليل والتحريم. حين يأتي أناس كانوا يوما من الأيام شيوخا، كانوا ذوي لحى، وهم إلى الآن ذوي لحى، يدعون أنهم يدعون إلى عقيدة الله عز وجل وإلى دين الله عز وجل، ثم إذا بهم يصبحوا هم طواغيت. مصيبة عظمى، لأن الناس في غفلة عن حقيقة العبودية، عن العبادة الحقيقية. 51% من اللجنة التأسيسية لوضع ما يسمى الدستور 51% ممن يدعون إسلاميين، 51% في دستور كفري، قد جعلوا أنفسهم آلهة من دون الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان العلماء والعباد، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. كل واحد في اللجنة التأسيسية للدستور بياخد على الجلسة 351 جنيه، وقد تعقد كما يقال، قد تعقد في اليوم أكثر من جلسة في ساعة أو ساعتين، يأكلون أموال الناس بالباطل. اللجنة التأسيسية إلى الآن منفق عليها ملايين الجنيهات. الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بأن يضعوا للناس دينا غير الدين، يشرعون للناس من أنفسهم، فيتحولون من وقتهم إلى دعاة إلى الله، من دعاة إلى الله إلى دعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل، حين قال له حذيفة: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخم. قال وما دخم يا رسول الله؟ قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، تحولوا إلى دعاة على أبواب جهنم، على أبواب الدستور، ويخدعون الناس أن القضية في المادة الثانية التي تقول إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ثم أرادوا ووضعوا الشريعة تحت استفتاء العلمانيين، زبالة الناس، حقراء مجرمون، استخدموا أولئك أمامهم ووضعوها تحت سلطانهم، وهم قالوا إننا سندخل الانتخابات، حين قلنا لهم إن هذا طريق مسدود لا يؤدي إلى أي نتيجة. قال نتركها للعلمانيين، نتركها للعلمانيين، نحن نريد أن نكون لجنة إسلامية لوضع دستور إسلامي، ونحن قلنا إنه لا يحدث. ثم أتوا بالعلمانيين بأنفسهم، أتوا بالعلمانيين ولاعب الكرة وما يسمي هؤلاء المجرمون الذين يسمون أنفسهم فنانين، ولاعب الكرة والنصارى، وصور أحدهم والقس يركبه يضع يده عليه وهما يبتسمان، وهو يبتسم تبسم الأبلة. لا أدري ما هذا البلاء، لا أدري ما هذا الإجرام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أبواب دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها،
قال حديث حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله، هذا وصفهم أمامكم. من كان يريد أن يرى الدعاة الذين على أبواب جهنم فلينظر إلى أعضاء اللجنة التأسيسية ممن يسمون إسلاميين. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. يقول لك المادة الثانية، وإحنا المادة الثانية لو ما عدلناهاش، المادة الثانية لو ما عدلناهاش هننزلهم مظاهرات مليونية. اليوم العلمانيين والمجرمين جرؤوهم نازلين مظاهرات لأن الدستور مش عاجبهم أن يوضع فيه مبادئ الشريعة الإسلامية، مش عاجبهم الشريعة الإسلامية، هؤلاء يجرؤون. هؤلاء هم الذين أفسدوا الثورة من الأول، الذين تعاونوا مع العسكر ومع الجيش لوحد الثورة حتى يصلوا إلى مآربهم الدنيوية الدنيئة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا. ثم قلنا لهم إن هذا الإيقاف لهذه الثورة قبل أن نصل إلى شيء لن قضى، فقالوا: نحن الكبراء ونحن الشيوخ ونحن العلماء ونحن الذين نقدر المصلحة والمفسدة ونحن 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 ونحن. ثم تعاونوا ثم زاروا المجرمين واتفقوا معهم في السر، ثم لما افتضحوا كذبوا، ثم لما ظهرت بعد كذبهم أعلنوا الحقيقة، ثم حوروها وأولوها ورقعوها. هذا عجيب. هم من جلدتنا حدثون بألسنتنا. يقول لك احنا عايزين نطبق الشريعة، والمشكلة في المادة الثانية. المادة الثانية حتى لو قالوا شالوا المبادئ وحطوا الشريعة الإسلامية، هذه المادة ليست إسلامية، لأن المصدر الرئيسي يعني الإله الرئيسي. الإله الرئيسي يعني في آلهة أخرى فرعية. إله رئيسي معروف، شيء رئيسي وفي شيء فرعي. أما الحق فقال الله هو الإله الوحيد. ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أو كبراؤنا أو شيوخنا أو سادتنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الخلق. وضعوا أولا كلمة مبادئ يا إخواني أصلا ليس لها أصل لا في الشرع ولا في العرف. ما كلمة ما لها أصلا، يعني ما لها معنى كلمة مبادئ هذه. ولكن العلمانيون صمموا هددوا بالانسحاب، وبعضهم انسحب فرضخ الإسلاميون. الآن مسودة معروضة على الاستفتاء الشعبي. أقسم بالله لو هذا الدستور كله إسلام ومجرد عرضه على الناس كفر، لأن الله عز وجل لا يستفتى في دينه أيطبق أم لا. فما بالكم بأنهم أتوا بكفر على كفر وقدموه للناس في طبقة مسمومة تدعى مسودة الدستور. رضخوا للعلمانيين في كل شيء. العلمانيون قالوا: تصور أنهم أرادوا أن يضعوا في الدستور مادة تحرم سب الذات الإلهية، فرفض العلمانيون وهددوا. كل مرة يعملوا كده وهددوا بالانسحاب، وانسحب بعضهم فرضخوا ولو عايزين يحطوا مادة للزكاة، ما حاجة ما تخصهمش. قال لك أصل أنت لو حطيت مادة للزكاة النهارده هتحط بكرة مادة للجزية، وده ما ينفعش. ماشي. عايزين يحطوا أن الدولة تعمل كل ما في وسعها للعمل على المساواة بين المرأة والرجل، بما يخل بالشريعة الإسلامية. قالوا لا، ما تحطش بالغير، وهددوا كل مرة هددوا بالانسحاب، وانسحب بعضهم فيرضخ الإسلاميون. حتى خرج مولودا سفاحا غير شرعي. وبعدين أساتذة في حرف الموضوع الأساسي. خرج خالدهم الذي قابل شفيق يوم النتائج
وقال نحن نرفض مسودة الدستور على هذا الأساس، ولو كانت مادة لو لم توضع مادة بعد المادة الثانية توضح ما هي المبادئ، احنا هنرفض الدستور. كأن المشكلة يا إخواني في المادة الثانية. المشكلة مش في المادة الثانية. الدستور أوله كفر لقوله كما قلنا من صف، بمجرد أن تقول السيادة للشعب والشعب مصدر السلطان هذا كفر. ثم أن تقول المادة 36 حرية الاعتقاد مطلقا، يعني اللي عايز يكفر يكفر واللي عايز يرتد يرتد واللي عايز يعمل هو اللي هو عايز يعمله هو ماله. هذا كل هذا يا إخواني بيعملوا حاجة. وبعدين بقى راحوا حاطين التفسير بتاع المادة الثانية، هي أدلة الشريعة الكلية. ما الأدلة؟ يعني هم جابوا فسروا بعد الجهد الماء بالماء، فسروا بعد الجهد الماء بالماء مبادئ الشريعة. وبعدين الأدلة الكلية، ما هي الأدلة الكلية؟ ما انت الأدلة الكلية محتاجة تفسير، لأن الأدلة الكلية العمالين بيقولوا لي ايه؟ الأدلة الكلية ايه؟ الأدلة الكلية هو ما ثبت بالتواتر وهو قطعي السند قطعي الدلالة، ودي طبعا يعني قليلة جدا. أدلة الشريعة الكلية، أدلة الشريعة الكلية ما هي أدلة الشريعة الكلية؟ محتاجة تفسير، ولكنهم يخدعون واربعهم خير. الله أكبر الله أكبر، قد نجحنا وفسرنا المادة الثانية. كل هذا خداع للناس، كل هذا خداع. نقول هذه الخطب نقولها حتى نعلم ما معنى الإله وما معنى الرب وما معنى ما يفعلونه اليوم. إنما يفعل خطير، إنما يحدث اليوم خطير خطير خطير، وسيؤثر على هذه الأمة إلى سنين قادمة. لماذا؟ لأنك أنت لما تيجي تكلم أي واحد، دستور 23 وضعوا علمانيون، دستور 71 وضعوا يصنعون علمانيون. أما الآن حولك أنت 51% كانوا منك، 51% كانوا شيوخ في العقيدة، كانوا أمناء على عقيدة أهل السنة والجماعة في الأرض، كان منهم أعلم أهل الأرض في العقيدة، كان منهم كذا. ثم أنت تقول أن هذا الدستور غير إسلامي، إن الإسلاميين هم الذين وضعوه. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل جعل من أعظم الدلائل على الألوهية الخلق، وقلنا إن الخلق هو التقدير ثم البر، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. البر هو كما قلنا الإخراج من العدم إلى الوجود. وقلنا أن كل المخلوقات يا إخواني في الحقيقة تعيش في ثلاثة من العدم: عدم قبل أن يحيا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وعدم إنك ميت وإنهم ميتون. فعدم قل أتكفر كيف تكفرون بالله وهو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. عدم قبل الخلق وعدم بعد الخلق. وكنا في الخلق وأنت في الحياة الآن وأنت حي، أنت لسه حياتك ليست حقيقية، حياة الكائنات ليست حقيقية، لأن الحياة الحقيقية هي التي تستمد من نفسها. ولذلك الحي القيوم في هذا الكون وحده الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قيوم يعني قائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى حملة عرشه، بل حملة عرشه محمولون به سبحانه وتعالى، وعرشه به، وكل من في السماوات والأرض قائم بالله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أن تقوم يعني قيام السماوات والأرض بأمره. فكل ما سوى الله محتاج، وهو في الحياة، فهو في الحياة في الحقيقة هو عدم، في الحقيقة هو عايش حي عدم، لأن الحياة الحقيقية أنك أنت لا تحتاج. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن
يبين للنصارى فساد اعتقادهم في عيسى، قال لهم ان عيسى عليه السلام ده عبد يحتاج الى الطعام والشراب، والذي يحتاج الى الطعام والشراب والاخراج لا يمكن ان يكون عبد، ان يكون اله، انما هو عبد. قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام، يعني محتاج ان هو ياكل، محتاج ان هو يشرب، ومن يحتاج ياكل ويشرب محتاج ان يخرج. ماشي. ولذلك فان الله احد، الله الصمد الذي لا ياكل ولا يشرب ويسجد لكل الخلائق، وكل الخلائق ترفع اليه حوائجها. فالخلق جميعا عدم في عدم في عدم، عدم في عدم في عدم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من أعظم دلائل ألوهيته أنه الخالق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنه في الخلق أجمل الملك وفصل الخلق في سورة الزمر، في بداية سورة الزمر: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج ثم فصل الخلق: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني نطفة، علقة، مضغة، عظام، يكسو العظام لحمة، بالتفصيل. الخلق بالذات بالتفصيل. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3: ظلمات البطن، ظلمات الرحم، ظلمات المشيمة. ظلمات 3، في ظلمات 3، أو ظلمات كانوا في الصلب، ظلمات الأصلاب في صلب أبيه كما قال بعض المفسرين، ظلمات في صلب أبيه، ثم ظلمات في الرحم، ثم ظلمات في البطن. ففصل الله عز وجل الخلق، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ثم قال ذلكم الله ربكم له الملك، ثم قال الله عز وجل إنه خلق الموت والحياة، كل ما فيه، حتى الموت مخلوق، العدم. ولذلك خلق العدم، هو الموت إعدام، الموت عدم، كما قلنا إن قبل حياتك عدم، بعد حياتك موت عدم. ولذلك قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وخلقه للموت من أعظم أدلة ألوهيته. ولذلك تفضل الله عز وجل على الخلق في سورة الرحمن بأن كل من عليها فان، هذا تفضل. بعدها قال: كل من عليها فان، ثم قال بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالفناء والعدم، خلق الله للفناء والعدم من دليل ألوهيته، وهو نعمة على الخلق. لأن الذي يخلق ولا يعدل مش إله. ممكن زي اللي هو اخترع السلاح النووي ولكن لا يستطيع أن يعدمه، بل هو فيه هلاكه. يعني هذا ضعف، وهذا دليل ضعف الإنسان، أن الإنسان ممكن يعمل شيء ما يقدرش يعدمه بعد ذلك، فهذا دليل على العجز والضعف. أما خلق الله عز وجل للموت، ولذلك قدم الموت على الحياة، لأن ألوهيته في خلق الموت بعد الحياة وإعدام الناس من أعظم الخلق. قال: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق والحياة مخلوقة. الحياة التي لا يدري الناس كنهها ولا يدري الناس سرها ولن يدري الناس سرها. ما هي الحياة؟ كان هناك أعرابي ذات يوم يركب فرسا، ففجأة الفرس وقع منه مات، فأخذ يطيق به، وقع منه. كان شوية عمال يتحرك، ينظر، يمشي، يأكل، يشرب، ماشي به في الطريق، ثم فجأة سقط مات. ما هذا السر؟ فأخذ يطيق به. ما الذي به؟ ما الذي حدث به؟ ما الذي أسكتك؟ ما الذي أخذ بصرك؟ إيه اللي حصل؟ فجأة تجد هذا الإنسان الذي في إيه السر اللي كان فيه، وطلع
الإنسان اللي كان فيه متحرك ناظر متكلم، فجأة تجد هذا المتكلم المتحرك الناظر ذا اللسان الطويل، مش المتكبر المتعجرف الكذا الكذا الكذا، فجأة تلاقيه كقطعة حجر رخام. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أمر هنا مش جمع أوامر، أمر هنا بمعنى أمور، جمع أمور، يعني سر من أسرار ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الخلق والخالق، قال العلماء وقال المفسرون: الخالق بالألف واللام لا يسمى أحد بهم أبدا. ولذلك هناك ألفاظ قد أدرجت في حياتنا العامة مصيبة. يقول لك خلق فرص عمل للشباب. ما في حد يستطيع خلق فرص عمل. هذه من الألفاظ التي يجب أن تندرس. ولذلك الله عز وجل كما قلنا من أعظم دلائل ألوهيته أنه خالق، يعني خلق من العدم، قدر يعني جعل لكل مخلوق في هذا الكون مقدار، في عمره، أجله، طوله، عرضه، رزقه، شقاوته، ثم خلق كما قدر بالضبط. هذه ما تحدث أبدا، هذا ما يحدث أبدا مع أي بشر، مع أي كون. يعني أي واحد يقول لك إيه؟ هناك في فرق فجوة بين النظرية والتطبيق دائما. حتى المجتمع المسلم، يعني أعظم مجتمع مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ كان جاء القرآن، كان هذا المجتمع لم يطبق القرآن كما هو. ولذلك كان في من زنى ماعز والغامدية، في من سرق المرأة المخزومية، في من رجم. ولذلك هناك فجوة دائما بين التقدير والخلق، اللي هو إخراج المقدر من القوة إلى الفعل، أو من العدم إلى الوجود. أما الله عز وجل فحين يقدر يخلق كما يقدر تماما، يبرأ ويخلق ويصور، والتصوير هو يقطع كل خلق من خلقه شكل معين. سبحان الله. هذا الوسع، وهذا سنتحدث عن الوسع. ما معنى أن الله واسع عليم؟ الله آسف إذا مشت بيدي هكذا. الله واسع عليم، الله واسع عليم. ما معنى الوسع؟ شوف سبحان الله، سبحان الله. الخلق كم خلق الله منذ آدم إلى يوم القيامة، ما في حد يتشابه مع حد. حتى في الصوت يا أخوانا، حتى أثبتوا أن الصوت له بصمة، أثبتوا أن العين لها بصمة. ما تتشابه بصمة أحد مع أحد، لا بصمة الصوت ولا بصمة العين. حتى كما قلنا في الخطب، أظن 3 خطب أو 4 خطب، أن سبحان الله الجماع له بصمة. ولذلك احنا قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إن الرجل العالم اليهودي رأى إن كل ذكر له بصمة في الجماع، وهذه البصمة لا تذهب إلا بعد 3 قروء. وإن هو لما رجع لزوجته وطبق على الموضوع ده لقى عندها 3 بصمات، وإنه المهم خلاص. فكل العين لها بصمة لا تشوف. كم خلق سبحان المصور الذي أعطى كل واحد صورته بحيث لا يشابه أحد، لا في صوته ولا في بصمة عين ولا في بصمة صوت ثم وبصمة يد. ولذلك قال عز وجل: بلى قادرين على، مش خلق وإعادته، على أن إيه؟ مسوية. ماذا تسوية البنان؟ لأن البنان لا يستطيع أحد أبدا أن يكون بنانه مثل بنان أحد، ولا بصمه مثل بصمة أحد. فالله عز وجل يعيد بعد الموت والعدم، يعيد البصمة كما كانت،
يعيد البصمة كما كانت. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. الله يسبح له ما في السماوات والأرض، هذه قضية أخرى. يسبح له ما في الأرض. ثم قال الله أنه كما قلنا خلق الموت والحياة، ثم خلق أصل الموجودة كلها. قال هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ثم خلق، يعني نمر سريعا على الخلق في القرآن الكريم. واحنا قلنا ان احنا نريد منهجا، نريد ان تقرأوا القرآن بمنهج جديد، منهج كما قلنا الاستمتاع بصوت القارئ ولا بالمكان اللي بيقرأ فيه ولا لا 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 لا. القرآن له يا اخواني جاء مش لذلك. القرآن ما جاش عشان نستمتع بصوت القارئ ولا عشان، لا، احنا القرآن جاء منهج عشان يقول لنا احنا ربنا يريد منا ايه فنعمله. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا منهج ايه عشان نطبقه، فلا بد ان احنا نعرف القرآن بهذا الشكل. فربنا سبحانه وتعالى ذكر انه خلق اصل الموجودات، وخلق اصل الذي منه تنشأ الحياة كلها اللي هو الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك في سورة الواقعة نمر سريعا قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم ذكر بعدها نحن قدرنا، وفي قراءة ابن كثير نحن قدرنا بينكم الموت والحياة. في فرق بين قدرنا وقدرنا. قدرنا يعني جعلنا له مقدار معين، أيوة أحياك، ولكن قدر لك مقدارا معينا في حياتك وفي مماتك، فأنتم لن تعجزوا الله عز وجل في هذا. وقدرنا يعني قضينا وكتبنا عليكم. الاثنين احنا قلنا القراءات تكمل بعضها بعضا ووضح بعضها بعضا. قدرنا قراءة ابن كثير المكي، قدرنا يعني قضينا وكتبنا عليكم الموت وما نحن مسبوقين، يعني نحن مغلوبين وما نحن بعاجزين، وأنتم العاجزون وأنتم المغلوبون. لن تستطيعوا أن تفلتوا من الموت بعد الحياة، فالموت الله يميتكم والحياة الله يحييكم، وما نحن المسبوقين يعني ما نحن المغلوبين وعاجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قال ننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ممكن أن نغير في أي لحظة، نغير صوركم كما غيرنا صور الذين من قبلكم حين عصوا، نغيرهم خلقة وخنازير. ثم قال أنه خلق أصل الزرع. قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال الله عز وجل أنه خلق الماء التي كما قلنا أن أصل الحياة. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم قال الله عز وجل أنه خلق أصل الحضارات اللي هي النار هذه مهمة جدا. قال أفرأيتم النار التي توقدون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون أم نحن المنشئون. أنتم أنشأتم من شجرتها أم نحن المنشئون. فكما أن الله عز وجل خالق، ولذلك قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآلهة المدعي ده اللي راح يشرع لنفسه عمل إله ده، هذا الحقير، هذا العاجز، هذا الضعيف، هذا الذي يحتاج إلى الله في كل لحظة من لحظاته، هذا العدم الذي كان ميتا فأحياه الله ثم يميته الله، وبين العدم والعدم هو في عدم. لو تركه الله سبحانه طرفة عين لهلك. هذا المتكبر ليقعد في الفضائيات وفي غيره متكبر، هذا النطفة الذي كان نطفة مذرة فكان عدما، ثم يكون جيفة قذرة فعدم،
فعدم، وبينهما يحمل العذر فهو عدم. هذا المتأله يسأله الله عز وجل، اسمه الصبر والتقسيم. أم خلقوا من غير شيء، فالعدم لا يخلق شيء، غير شيء العدم. أم هم الخالقون، هو ما في حد يستطيع أن يقول أنا خلق. أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، ما في حد يستطيع أن يقول خلقوا من غير شيء، العدم لا، لأن قبل الشيء لا يعطيه. أم هم الخالقون، ما في حد يستطيع في هذا الكون أن يقول هو الخالق، فما بقي إلا أن الله عز وجل هو الذي خلقهم. ولذلك أثبت الله عز وجل ضعف الآلهة بأنهم لا يخلقون. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم أوضح ضعفهم أكثر، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآلهة المدعاة المتبجحة المتجرئة على الله، التي تعبد الناس لنفسها. ليس شرطا كما قلنا في الخطبة السابقة ان هم يجعلوا الناس يسجدوا لهم، بل ان الناس تطيعهم طاعة مطلقة. يقول لك الشيخ قال يا ابني الله قال، يقول لك الشيخ قال يا ابني الدستور ده كفري، يقول لك لما نشوف المشايخ هقول في ايه، يا ابني ده السيادة لله، يقول لك المشايخ قالوا ايه. والله تقول ابن عمر يقول اقول لكم قال الله والرسول، وتقولون قال ابو بكر وعمر. توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. فهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أثبت هم لا يخلقون، بل أوضح ضعفهم أكثر من ذلك. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك قال عز وجل أيشركون ما لا يخلقون وهم يخلقون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك كان أول نداء للناس في القرآن، أول مرة يأتي فيها يا أيها الناس في القرآن فين يا أخوانا؟ في سورة إيش؟ أول نداء يا أيها الناس في سورة البقرة. أول نداء ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا الذي خلقكم. أعظم دليل على الألوهية وأنه لا يحق لأحد أن يعبد ولا يطاع إلا الله هو الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك قال الله عز وجل ألا له الخلق، ما دام له الخلق يبقى يا إخوانا له الأمر، ما دام له الخلق يبقى له الأمر. والذين لا يخلقون لا يأمرون ولا ينهون ولا يحرمون ولا يحللون ولا يضعون دساتير. كل دستور باطل، كل دستور موضوع من لدن هؤلاء باطل. ولو أتوا ب1000 دستور، ولو أتوا ب1000 شيخ، ولو أتوا ب1000 شيخ، ولو أتوا بملء الأرض شيوخا، كلهم ضلال، كلهم ضلوا. لو فعلوا ما فعلوا ووضعوا هذا الدستور يعرضونه على الناس خادعين لهم بأن احنا استطعنا ان احنا نفسر مبادئ الشريعة الإسلامية بمادة بتقول ان مبادئ الشريعة الإسلامية تعني أدلة الشريعة الكلية ومصادرها من القرآن والسنة. كله والله مبهم، والله كله مبهم، كله مبهم. لو أتوا ب1000 شيخ يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وأنا أقول للإخوة المسلمين اليوم هذا أختم به هذه الخطبة، اسمعوا إلى هذا النداء يناديكم إياه حتى لا نكون كالذين من قبلنا نعبد مشايخنا وعلماءنا وأحبارنا
ويحق علينا قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويحق علينا قول الله عز وجل قاتلهم الله أن يؤفكون. قل لكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم على الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. أيها المسلمون، لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. أقولها بملء فمي غير هياب ولا خواف لومة لائم. قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كل هذا ينطبق على الذين وضعوا الدستور مهما لمعت أسماؤهم ومهما خفقت رؤوسهم ومهما ارتفعت أصواتهم ومهما انتفشوا ومهما اشتهروا. أقول لكم فيهم لا تتبعوا أهواءهم فهؤلاء أصحاب أهواء قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا من أتباعهم الذين هم يقلدونهم بغير عقول. أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم أحذركم من لعنة الله إن لم تأمروا بالمعروف في هذا الأمر بالذات، فإن هذا الأمر كفر وإيمان، إسلام وشرك، لا مفاصلة فيه، أمر عظيم وخطير. أحذركم لعنة الله التي ذكرها بعد ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء يعتدون على حقوق الألوهية، ألا له الخلق وله الأمر، يعتدون على حقوق الألوهية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تناهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف، وإلا عمنا الله عز وجل بعقاب. أقسم بالله العظيم إن من لم ينهى عن هذا الدستور الكفري يوشك أن تنزل علينا حجارة من السماء بسبب هذا الدستور المجرم الذي يضعه ووضعه سلطته وتوافق عليه العلمانيون الخارجون عن الإسلام صراحة، والإسلاميون المتعلمون المتبعون لأهواء هؤلاء العلمانيين. أقول لكم إن لم نتناهى عن هذا المنكر ونأمر بالمعروف ونأمر عن مجانبته ونأمر عن إسقاطهم إسقاط الواضعين. والموضوع لأن إبراهيم عليه السلام قال كفرنا بكم أولا بالواضعين وبما وضعوا. إن لم نفعل هذا فسنتعرض للعنة الله التي قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم من الإسلاميين يتولون الذين كفروا العلمانيين والليبراليين واليساريين والاشتراكيين والشيوعيين ولا ليتهم رضوا عنهم، بل هم اليوم أمامهم واقفون مرافضون لكل تنازلاتهم، لأن من يتنازل خطوة يفقد الطريق كله. ومن يتنازل عن مبدأ من مبادئه سيترك كل مبادئه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لكم أنفسكم أيها الإسلاميون أيها الواضعون لهذا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف الأفئدة صرف أفئدتنا إلى طاعتك. يا مصرف الأفئدة صرف أفئدتنا إلى طاعتك.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في مالي، وانصر المجاهدين في الصومال، وانصر المجاهدين في كشمير، وانصر المجاهدين في افغانستان، وانصر المجاهدين في سوريا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن اخواننا في سوريا. اللهم خذ بشار اخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود والامريكان، لا ترفع لهم في الارض رايه، واجعلهم لسائر عبادك عبره وايه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا ولا مولى لهم، فانصرنا على القوم الكافرين. وأقم الصلاة.